اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل عجينه القطايف في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه بحشو الكريمه والمكسرات. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي كوبايتين من الدقيق الابيض، نص كوبايه دقيق سميد، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، وثلاث معالق من السكر، وعندي 3 كوبايات من الميه الدافيه. حضر عندي الخلاط او المضرب الكهرباء، هبتدي انزل بالمكونات كلها مع بعض بالشكل ده واخلطهم مع بعض لحد ما يديني قوام سائل زي ما انت شايفه كده. قوام العجينه هيبقى زي عجينه الكريب بالظبط اهي. طريقه سهله جدا هنعملها في البيت وبجد ناجحه جدا. هجيب عندي بقى تكون طاسه سخنه على النار، لازم الطاسه تكون سخنه، وهبتدي انزل زي ما انت شايفه بالشكل دوت. اول ما الاقي المسامات دي بتبتدي تتفتح بالشكل ده، هي كده بتبتدي تستوي لحد ما تختفي خالص اهي. لون العجينه هي كده استوت معايا. هبتدي اطلعها على فوطه وهغطيها علشان ما تنشفش معايا بالشكل ده. طالعه ما شاء الله عليها العجينه حلوه قوي اهي زي ما انت شايفه كده. هتعمل معايا كميه حلوه قوي. هغطيها علشان ما تنشفش. بصي المسامات بتاعتها الاخرام ديت دليل على نجاح عجينه القطايف زي الجاهزه واحلى كمان. بعد كده هاجي بقى هبتدي احضر معايا الحشو. انا عندي هنا مكسرات نزلت عليها بمعلقه من العسل او معلقه من الشربات عشان تمسك في بعضها ما تقعش من القطايف وهي محشيه. هبتدي اقفل عليها بالشكل ده كده. لو حابه تحتفظي بيها في الفريزر مش هتشيليها من غير حشو، لازم تحشيها علشان لما بتطلع ما تشققش منك. زي ما انت شايفه بالشكل ده طالعه ما شاء الله العجينه طريه حلوه قوي. احشيها اي حشو تحبيه، حلو او حادق زي ما انت شايفه بالشكل ده. هعمل بقى الشكل التاني اللي انا هحشيه كريمه. هتقفليه بالشكل ده وتسيبي الحته دي مفتوحه. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما حشيت القطايف بالشكل ده هكون مسخنه عندي بقى على النار زيت، يكون زيت غزير، وابتدي انزل بالقطايف. اول ما الزيت يسخن لازم الزيت يكون سخن علشان تطلع معايا مقرمشه زي ما انت شايفه بالشكل ده. اول ما تحمر هبتدي اطلعها على شربات، يكون شربات تقيل بارد. بعد كده هطلعها على مصفى تتصفى زي ما انت شايفه بالشكل ده. طالعه ما شاء الله مقرمشه وطعمها حلو قوي. بعد ما تتصفى خالص من الشربات هكون محضره عندي بقى الحشوات. عندي مكسرات وعندي شوكولاته فرماسيه، نوتيلا، وعندي كريمه. هبتدي بقى احشيها زي ما انت شايفه بالشكل ده بالكريمه مع المكسرات. بجد طعمها بيبقى حلو قوي. العجينه سهله جدا يا جماعه، اعملوها في البيت هتوفر جدا معاكم. زي ما انت شايفه بالشكل ده طعمها خطير وطالعه مقرمشه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. طالعه ما شاء الله عليها. لو عجبتك اعمليها في البيت بجد هتشرفك في اي عزومه على فطار رمضان. امشي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها هتطلع معاكي ناجحه. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان كل جديد يوصلك باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.